تعالى نتكلم عن عيوب الايفون او اسوأ حاجات في الايفون. يا ابل انا بجد مش عايز اعرف نسبة البطارية بتاعة الايفون كام في المية، كفاية بوظان اعصاب لحد كده. طيب ما هو احنا عندنا الايباد مفهوش نسبة بطارية وعايشين كويسين. المشكلة انك بتبعتي تحديثات بتبطئ من النظام بتاع الموبايل، وكمان بيكون كل همها ان هي تنزل لك نسبة البطارية اللي هي بتبوظ الاعصاب بتاعتنا. وكمان التحديثات دي هي بتأثر لك على اداء الموبايل، يعني في موبايلات دلوقتي من سامسونج ومن شاومي مستقرة اكتر من الايفون، ودي حاجة طبعا غريبة، يعني زمان ما كانش فيه الكلام ده اطلاقا. الكاميرا في الايفون دايما بتلسع السما، مفيش تحكم نهائي في ال HDR، واخر عيب معانا وهو النوتش بجميع اشكال اللي فعلا انا لحد دلوقتي مش قادر اتعود عليها. وانا هنا اقصد النوتش بجميع انواعها، يعني حتى بتاعة ال 14 برو وال 14 برو ماكس. وانزل بقى اعمل لايك للفيديو واعمل فولو لفيديوهات اكتر. سلام.